شايفين اللي انا شايفاه يا جماعة؟ ما كنتش متخيلة ان هيطلع معايا بالجمال دوت. انا اللي سيحت الدهب الاصفر في البيت وعملت منه صابون الصبانة باقل المكونات وبالكمية اللي انتوا شايفينها وبالتقل اللي انتوا شايفينه وبقوة الليمون وبأعلى رغوة وبأقل المكونات في البيت هتعمليه، ومش هيكلفك كتير خالص، هتعمليه بمكونات بسيطة جدا. وشايفين التقل بتاعه، اللهم بارك. يلا كده نخش على وصفتنا، نسمي الله ونصلي على رسول الله. معايا طبق كده كبير وهنزل فيه ب3 معالق من النشا، وهنزل عليهم بكوباية من المية، وهبتدي بقى ايه اقلب الكلام ده كله لغاية ما النشا بتاعتي تختفي تماما. اول ما النشا بتاعتي اختفت جبت كده هوت كوباية فيها ربع كوباية مية اسفة، وهنزل عليها بمعلقتين من البوتاص. هو في مصر عندنا احنا مسمينه بوتاص او قشور البوتاص، هو في اي بلد تانية بقى ممكن يكون هيدروكسيد الصوديوم، حجر تسليك البلوعات، حسب كل بلد ما بتسميه. دوبت كده معلقتين البوتاص في ربع كوباية المية ونزلت بيهم على النشا، وهبتدي بقى ايه اقلبهم. الخليط هنا تقل معايا، ابتدي بقى اقلب ايه في الخليط بتاعي وادوب كل الكلام ده مع بعضه. بصوا كده هنا السمك تقل معايا ازاي، كل ما هحط مكونات اكتر كل ما السمك بيتقل معايا اكتر. فضلت بقى كده اقلب فيه لغاية ما داب معايا تماما وما شاء الله تقل معايا جدا. هبتدي هنا كده هجيب برضو ربع كوباية مية وهنزل فيها بايه معلقة من ملح الليمون ومعلقة من الكربوناتو. بس هنا ما تغلطيش غلطتي، اعملي الخطوة ديت في حاجة كبيرة عشان الفوران اللي انتي شفتيه ده. نزلت بقى بيهم على ايه المكونات بتاعتي واقلب الكلام ده كله. تمام، اقلب كل الكلام ده كله هنا مع بعضه كده وايه وهدوب، وهفضل بقى ايه مستمرة في التقليب. اهم حاجة عندي في الوصفة التقليب. تمام، بعدين هنا كده بقى هاجي ايه بكوباية من المية وهقلب برضو الكلام ده كله علشان اخفف القوام بتاعي. افضلي بقى قلبي كده، وبعدين هتجيبي معاكي كوباية من صابون السائل الجاهز وهنزل عليه بعصرة ليمونة كاملة. في المرحلة دي بقى اداني تقل وريحة خطيرة، فعلا حرفيا الريحة خطيرة جدا، الريحة جميلة جدا يا جماعة والله بجد مش مبالغة. ولازم نحط بقى كوباية الصابون الجاهزة دي علشان الصابون السائل الجاهز ده فيه مكونات احنا مش هنقدر نوصلها، فلازم نضيفها. وزودتهم كوباية من المية كمان وقلبت كل الكلام ده كله. بصوا هنا بقى القوام معايا واللون مش محتاج اي حاجة تاني. لو انت حابة تعززي اللون وحابة تعملي بلون زي الجاهز، جيبي بقى معاكي لون كده هوت من عند بتاع المساحيق او من بتاع المنظفات ودوبيه في ربع كوباية مية وقلبيه، وانزلي بقى ايه بيه على المكونات بتاعك. بص بقى لون الصابون بتاعي بقى عامل ازاي، خطير اللهم بارك. وكل ما بيقعد كل ما بيتقل. قلبته كده بقى وسبته كده هوت ايه في المطبخ لتاني يوم. بصوا تاني يوم تقل معايا، وبصوا القوام ده ما شاء الله، قوام تحفة، الريحة خطيرة. ولا بقى الرغوة بقى ما اقولكيش، مش محتاجة اي تجربة. يعني انا كده كنت عايزة اجيب اي حاجة اجربها معاكم عشان اوريكم الرغوة. حطيت بس في الاسكوتشة كده واللهم بارك. الرغوة بتتكلم عن نفسها وبتتكلم عن الصابون، ريحة وقوام وجمال. اتمنى تجربوا الوصفة ديت وما تنسونوش باللايك، واللي ما تابعنيش يتابعني. واتمنى تجربوا الوصفة وتقولوا لي رأيكم. وانتظروني في فيديو جديد في حفظ الرحمن، والسلام عليكم.